الحمد لله اكلنا واتغدينا وطبخنا، والناس طبعا اللي على الفيسبوك فاهميني. المهم، ونمنا شويه، نمنا كده ساعه، خدنا كده تغفيله حلوه ساعه، وقمنا عشان بقى نكمل الشغل بقى، نشوف بقى الشغل التاني بتاعنا بقى، نتواصل بقى. ربنا يعيننا بقى يا رب ويعينكم، وربنا يرزقنا ويرزقكم. عاوزت اي حاجه في اكسسوارات الموبايلات قول لي، ولا جرابات بقى، شوف انت اللي انت عايزه يعني، سكرينه مش عارف ايه. وان شاء الله في شغل كده جاي، وربنا يا رب يرزقني ويرزقك يا رب. طيب، نبتدي نتكلم عن اخبار النادي الاهلي واخر الاخبار. وطبعا القعده الصباحي لسه لغايه الساعه، يعني نصلي الفجر ان شاء الله، ونقعد كده شويه وننام شويه ان شاء الله. بسم الله. كوبايه كده كركريه في مج النادي الاهلي. اول خبر معانا: مصطفى محمد خارج حسابات الاهلي المصري. نصلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ونذكر الله، نقول لا اله الا الله. طيب، انا اساسا مش عايزه في النادي الاهلي اساسا. فبيقول لك: اكد الاعلامي امير هشام ان مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي خارج حسابات الاهلي المصري تماما. الحمد لله والله العظيم، ما تزعلش مني يعني يا اهلاوي، يعني نصر منسي احسن منه. اه والله انا شايف كده. ده رايي بصراحه، يعني انت شفته في المنتخب، يعني فاهم انت قصدي. يعني مصطفى محمد، ولا معلش حمزه عبد الكريم، يعني في برشلونه يعني دلوقتي مع الفريق، وبيجيب لسه جايب جون عالمي دلوقتي حمزه عبد الكريم. يعني الماتش اللي فات جايب 3 اجوان، والماتش ده جايب جون عالمي، فجون حلو يعني بالدماغ وارتقاء ومش عارف ايه وحلوات وقطايف. والواد بسم الله ما شاء الله راح برشلونه، ايه يعني جسمه رد كده يعني ايه يا عم، اللي ما تظبطوا نفسكم هنا في المدربين، اللياقه ولا مش عارف ايه، ولا الاحمال مالها، ولا ايه بالظبط؟ في ايه اللي بيحصل هناك في اسبانيا؟ انتوا ايه صحتكم بتروحوا هناك كويسه هناك يعني ولا ايه؟ شوف انت مثلا حمزه عبد الكريم وهو هنا في مصر، وشوفوا هناك في اسبانيا في فرق شاسع، هنا انيميا وهنا مش انيميا. قال لك: وقال هشام في تصريحات اذاعيه: الاهلي سبق وتواصل مع مصطفى محمد عن طريق محمد يوسف المدير الرياضي في بدايه الموسم الحالي، وعرض عليه امكانيه الانتقال للفريق، لكن اللاعب ابدى رغبته في البقاء في اوروبا، وحال عودته سيكون لنادي الزمالك. يا ابني لما ترجع لنادي الزمالك وكون هبط زي الاسماعيلي. زعلش مني الزمالكاوي، انا بحفل عليك، حفل عليه زي ما بحفل عليك، لكن ما تشتمنيش في التعليقات. ملهاش لازمه الشتيمه، يعني تخش النار، تخش النار. واضاف الاهلي اغلق ملف مصطفى محمد منذ فتره طويله، وتم الغاء الفكره جمله وتفصيلا، ولم يتم طرح امر التعاقد معه مره اخرى احسن. ويسعى الاهلي لتقديم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف المنافسه على لقب الالقاب الموسم، يعني في الموسم اللي جاي يعني. ماشي. طيب، يعني التعليقات، يعني الناس بتقول الحمد لله، يعني ايه؟ لا الحمد لله اللي هو ايه، يعني مش هيجي النادي الاهلي اساسا من زمان، اساسا الناس مش عايزاه في النادي الاهلي اساسا يعني. ماشي. ولا ان انا عايزه يعني. طيب، قال لك: الاهلي يتجه لاعاره ياسين مرعي في الصيف. والله انا شايفه حاجه كويسه، ونجيب حد كويس، لان ياسين مرعي برضه مش اللي هو، يعني خلي بالك مش اللي هو برضه. ماشي. اكد الاعلامي امير هشام ان مسؤولي الاهلي لديهم تحفظات على مستوى ياسين مرعي مدافع الفريق. وقال هشام في تصريحات اذاعيه: مسؤولي الاهلي عندهم تحفظات على مستوى مرعي رغم انه يشارك اساسيا في الموسم الحالي. وقال لك: هناك اتجاه لاعاره ياسين مرعي في الصيف المقبل والاستعانه بمدافع جديد خلال المرحله المقبله، ولا توجد رغبة في ضم مدافع أجنبي. وقال لك: هناك أسماء مرشحة لتدعيم الدفاع، منهم خالد صبحي المدافع المصري، ومحمود الجزار لاعب البنك الأهلي، ومع إمكانية شراء عقد أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا. وأشار إلى أن ياسين مرعي قد يستمر في صفوف الأهلي حال عدم التعاقد مع مدافع جديد. ماشي. جاب 14 إعجاب. و يعني في ناس بتقول لك حرام اللي هو يطلع، وفي ناس بتقول لك لا يمشي عادي. واحد بيقول لك يعني بيكهام يقعد والجزار يعني بيكهام والجزار يقعدوا، ولكن تمشوا ياسين مرعي. وجاب 6 اعجابات. لا انا شايف ان ياسين مرعي مش اللي هو. وبعدين انت شفت يعني بيكهام اساسا هو عايز بس بيكهام ياخد فرصه، ويعني هو اساسا هيستغل يعني ما يعني هيساعد برضه محمد هاني في الباك اليمين بيكهام، وفي الدفاع هو قال لك بس اديني فرصه بس. واساسا هو لما لعب اساسا باك يمين اساسا اتصاب. مالك يا محمد هاني؟ ما تصلي على النبي يا محمد هاني في ايه؟ الله العظيم عليك. الله يهديك يا محمد هاني. كل ما حد يجي في المكان ده يتصاب. اكرم توفيق اتصاب ب2 صليبي. حتى يعني الاسيوطي في الشباب اتصاب. حتى يعني كان عمر كمال عبد الواحد اتصاب ومشاكل، وقع على ايديه وازاز مش عارف ايه، جاي دخل في ايديه وشكلته مع وحوارات وقف شخانات، وفي الاخر خالص كان متالق، وبعدين مشى، كان بيلعب في كل حته.
فبنت قصدي. ومين تاني يعني؟ اي حد، احمد عيد بيجي ما بيلعبش اساسا، ما بنشوفوش اساسا. فبنت قصدي ما علينا يعني. قال لك الخبر بعد كده معانا: الشناوي يقترب من حراسه مرمى الاهلي امام المصري البورسعيدي، واتمنى الشناوي ما تبقاش ايه سرحان يعني. إيه، بلاش استروكس في الماتش ده، وانا بقى الشناوي يعني بلاش استروكس يعني، بلاش تطلع كده والله العظيم يا الشناوي يعني. يعني كنت بعمل من شويه فيديو على الشناوي، فكنت اتكلمت عن ريكاردو سواريش المدرب المعتوه ده اللي كان قاعد كان 17 مباراه ده وشهرين كده بالظبط كده، وبعدين مشى. كان المباراه قدام الزمالك 2-1 في نهائي كأس مصر، كان كأس مصر 2021، هو كان جاي في 22 يعني. كان الباقي جاي في يونيو، مشى في اخر اغسطس يعني، قعد شهرين بالظبط يعني. فاول جول للزمالك اساسا الشناوي نسى المرمى وطلع وسافر في الركن البعيد الهادي، وفي نفس المكان في النادي قاعد يسمع انغام، وانا قاعده مستنيه اجمل حبيب في عينيا، وكل في الاخر دخل الجون. فالشناوي كده ركز، مش عايزين سرحان عشان ساعات ايه بتسرح منك خالص. وبعدين انا مش هنسى لك ايه المباراه اللي احنا عملنا مباراه عالميه مع خوسيه ريبيرو المعتوه، وجبنا 4 تجوان، وانت السبب في ال4 تجوان دي يخشوا فينا. انت كنت قطع ايديك، ما في حاجه غلط في الشناوي. وكان برضو محمد هاني برضو كان ضايع برضو في الماتش ده. ما برضه بورتو 4-4 يعني. بسم الله. فصلي كده على الشناوي، لو انت تقف خليك زي ما احنا ايه عارفينك يعني، بالمراس البرازيلي لما بتصد ضربات جزاء كده، لما تبقى صاحي ومركز كده وبتبقى متألق. مثلا مباراة يا عم قدام يعني قدام ميسي، فاهم انت قصدي؟ في كأس العالم للأندية، انا نسيت اسمه ايه الفريق، اسمه ايه؟ ايه مش فاكر اسمه والله، نسيت، انا جالي زهايمر يعني. ما علينا يعني. فانت كنت عامل مباراة عالمية، فانت في مباريات كتيرة بقى كنت انت متألق فيها يعني. ما علينا. فبقول لك يعني يعني هو عشان قال لك إيه، عشان اصابه مصطفى شوبير يعني. محمد الشناوي هيشارك، بس لو لو مصطفى شوبير مش جاهز هيشارك محمد الشناوي. وهتبقى مباراه المصري يوم الاربعاء الموافق 20 مايو 20/5/2026 في الجوله الاخيره من الدوري المصري الممتاز لحسم اللقب ان شاء الله. وهتبقى الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، وهتبقى برضه في نفس التوقيت مباراة الزمالك وسيراميكا وبيراميدز وسموحة. وأتمنى النادي الأهلي هو اللي ياخد الدوري. ماشي. طيب، عايز أقول لك يعني التعليقات بتاعت الناس على مصطفى شوبير: عودة حميدة، عودة حميدة يشنه. الناس بتقول لك يعني افضل حارس في افريقيا السد العالي. والله ما شفت يعني احسن من عصام الحضري لحد دلوقتي يعني. هو كان السد العالي بصراحه، بس هو اللي معتوه، هو اللي مشى يعني. مم، بس فايه كل الناس بتحب الشناوي، بس يعني اتمنى الغزاله ما تسرحش كده، عشان ساعات بتسرح كده منه يعني. قال لك الخبر بعد كده معانا: الاهلي يدرس ضم حارس مرمى الجونه في هذه الحاله. معانا برضو الاعلامي برضو امير هشام ان الاهلي يدرس التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى آه، مرمى الجونة في حالة واحدة فقط. وكان يشوف في تصريحات إذاعية هناك قناعة كبيرة بمستوى حمزة علاء من جانب يستروب المدرب الفني. يا عم احنا هنمشي يستروب أساسا، احنا لسه بنتكلم في مدرب برتغالي جديد جاي إن شاء الله، يا رب آمين. بس إن شاء الله، بس لسه هنشوف يعني. والحارس ما أنت لو بتتابعني هنا ولا هنا في التيك توك ولا الفيسبوك واليوتيوب هتعرف كل الأخبار. والحارس يجد اللغة الإنجليزية بشكل جيد. طبعا ماشي. وأضاف الأهلي المتمسك بالشناوي وشوبير، ولكن حال وصول عروض وقتها قد يفكر في الموافقة. وفي حالة الاستقرار على التعاقد مع حارس مرمى جديد، فإن محمد علاء حارس الجونة هو المرشح الأول. وتم طرح اسمه البلعوطي حارس البنك الأهلي. كان الأولوية للأهلي التعاقد مع محمد علاء. جاب 16 إعجاب. و واحد بيقول لك برضو عبد الرحمن سمير حارس إنبي برضو حارس حلو. واحد اسمه أدهم حسين قال لك أنا أحسن منه. واحد قال له وبعد بيرد عليه قلت له اصحاب يعني، بيقول له حصل والله وانا شاهد على يدي. فاكر انت في مسرحيه فؤاد المهندس. والله العظيم. فانت يعني بس هو ده يعني، ما فيش اخبار جديده يعني. انا قلت لك يعني اخر الاخبار اشوف لك اخبار جديده. والله في خبر حلو قوي يعني اهو: بثنائيه امام عاشور وعمر معوض الاهلي يستعد للمصري بفوز ودي على دلفي ولا دولفي ولا اي سمكه وخلاص. المهم، قال لك حقق الاهلي الفوز على فريق دولفي بنتيجه 2-0 في لقاء الود الذي اقيم مساء اليوم الخميس استعدادا لختام الموسم. وأقيمت ودية الأهلي ودولفي على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وسجل ثنائية الأهلي إمام عاشور وعمر معوض
وحرص الجهاز الفني على الاهلي بقياده ياسر روب على الدفع بالعديد من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء لتجهيز كافه عناصر الفريق بالشكل المناسب. وقال لك بس هو ما فيش حاجه تانية، بس هو قال لك بس مين اللي جاب لي جوان بس. وقال لك هو يحتاج الاهلي للفوز على المصري من مع خساره الزمالك، يعني الاهلي يفوز على المصري والزمالك يخسر، وتعثر بيراميدز يعني يتعادل او يتغلب من اجل التتويج بالدوري الممتاز. امين يا رب العالمين. اخر بقى خبر معانا عن اتحاد العاصمه الجزائري، وسلم على مصر الشارع الشارع. اتحاد العاصمه ينشر فيديو ترويجي قبل نهائي الكونفدراليه مع الزمالك. قال لك يا سيدي نشر الصفحه الرسميه لنادي اتحاد العاصمه عبر موقع فيسبوك مقطع فيديو داخل شوارع القاهره على انغام اغنيه سلم على مصر الشارع الشارع. وظهر في الفيديو عدد من المشاهد لشوارع القاهرة والمعالم الشهيرة مثل الأهرامات، كما ظهر قميص اتحاد العاصمة خلال زيارة الأهرامات. وفي نهاية الفيديو ظهر بورتريه لعبد الحليم حافظ مع أغنية لأم كلثوم، وتعكس هذه الأجواء الحماسية قوة العلاقات بين مصر والجزائر رغم المنافسة القوية داخل المستطيل الأخضر. والله أنا واحد أهلاوي، العلاقة بين مصر والجزائر حاجة حلوة، وربنا يعني ينشر الخير والامن والسلام في كل الدول العربيه، امين يا رب العالمين، والعلاقات تبقى كويسه كلها يا رب العالمين يا رب العالمين. انا راجل اهلاوي يا عم الحاج، انا اهلي في كل حته عمال يجيب اجوان. فاكر انت اغنيه سعد الصغير ايام بقى ايه، ايام ملو الجوزيه، الاهلي في كل حته عمال يجيب اجوان. ايام كاس العالم للانديه وكده والحلويات والقطايف بقى، وكنا بناخد بطولات 20 بطوله ولا اكتر من 20 بطوله. المهم يعني فانا واحد اهلاوي، يعني اهلاوي مصراوي، هشجع مين؟ هشجع طبعا الجزائر. فان شاء الله كل التوفيق لاتحاد العاصمه، ان شاء الله يكسب. يا عم انت كنت بتشجع الترجي يا عم، انت كنت عامل فيها تونسي يا عم، هتعمل لي فيها يا عم الوطنيه، نشتغل بعض. انا راجل بصلي هكذب عليك يعني؟ ماشي فما تزعلش مني يعني، وما تشتمنيش في التعليقات وتقول لي دمي بارد ودمك، ما في ناس يا عم الحاجه بتحب دمي يا عم، الله يعني ما انت زملكاوي عمرك ما هتحبني يا عم. والله يا عم في ناس زملكاويه والله العظيم بتقعد تتريق على الاهلي، وتقعد تقول نكت على الاهلي، وتقعد وبعمل لهم اعجاب وبضحك على كلامهم والله العظيم. فاهم انت قصدي؟ لا الناس دمها خفيف كده بتحفل، ده تحفيل. والناس برضه بتشتمهم يعني، ما علينا يعني. وبعدين يا عم برضه يعني دي كوره، دي كوره يا عم، دي كوره. ماشي. هم لو انت بقى من عشاق النادي الاهلي او من عشاق نادي الزمالك او من عشاق اي فريق في العالم، شارك في القناه وفعل زر الجرس. واخر كلام برضه عايزين نشكر لامين يامال على اللي هو عمله، رفع العلم الفلسطيني. شكرا لامين يامال، وشكرا المغرب. وده عمل طبعا يعني عادنا على سلولح. شكرا لامين يامال. سلام يا جماعه، سلام.